عارفين يا بنات في لحظة معينة كده في حياتنا بيجي سؤال في بالنا، هو أنا هفضل كده ولا هتغير؟ السؤال ده بسيط في شكله لكنه تقيل جدا في إحساسه، لأنه محتاج قرار. القرار إنك تختاري نفسك مش أسهل حاجة في الدنيا، خصوصا لو متعودة تحطي الناس قبلك، أو تحاولي ترضي الكل، أو تمشي في طريق علشان الناس بس شايفاه صح. لكن خليني أقولك الحقيقة، طول ما انتي مش مختارة نفسك حياتك مش هتبقى ملكك. إمبراطوريتك الشخصية مش بتتبني مرة واحدة، بتتبني كل يوم، حتى لو قرارات صغيرة جدا. قرار إنك تقومي رغم إنك مش حابة، قرار إنك تقولي لأ لحاجة بتأذيكي، قرار إنك تبعدي عن شخص بيستنزفك. القرارات دي صغيرة جدا لكنها بتحدد شكلك بعد سنة، بعد 3، وبعد 5 سنين. المشكلة إن كتير مننا مستني اللحظة المثالية، مستني يبقى جاهز، مستني يبقى عنده طاقة، مستني يبقى الظروف مناسبة. لكن الحقيقة إن اللحظة المثالية مش بتيجي، انتي اللي بتخلقيها. إمبراطوريتك بتبدأ من قرار بسيط، لما تقولي لنفسك أنا هحاول، أنا هكمل رغم التعب. يمكن مش هتنجحي من أول مرة، يمكن هتقعي كتير، بس كل مرة تقومي فيها انتي بتقوي أكتر من الأول. وفي نقطة مهمة جدا، بلاش تقارني نفسك بحد، لأن المقارنة بتكسرك. كل واحدة ليها ظروفها، رحلتها، سرعتها. انتي ليكي طريقك، كل واحدة ليها طريقها، مش لازم يبقى شبه حد. وكمان لازم تفهمي حاجة، إن القوة مش إنك ما تغلطيش، القوة إنك تعرفي ترجعي لنفسك بعد ما تغلطي، إنك تسامحي نفسك وتكملي رغم التعب. إمبراطوريتك مش لازم تبقى كاملة، مش لازم تبقي مثالية طول الوقت، بس لازم تبقي حقيقية، مبنية على اختياراتك انتي مش على ضغط الناس. وفي الآخر خليكي فاكرة إنك مش محتاجة تبقي حد تاني علشان تنجحي، انتي محتاجة تبقي أقرب لنفسك. كل مرة تختاري نفسك وتقولي أنا أستاهل، كل مرة تقومي بعد ما تقعي، انتي كده بتبني نفسك، حتى لو مش شايفة ده دلوقتي. وصدقيني بعد فترة هتبصي لنفسك وتقولي أنا فعلا بقيت النسخة اللي كنت بحلم بيها.